ويا اهلا وسهلا، نورتوا القناه. كنتمنى تكونوا بالف خير وعافيه. وصفه اليوم ان شاء الله سهله وسريعه التحضير، ما غاديش تاخذ لك حتى 10 دقائق وانت واقفه في الكوزينه. غادي نديروها بالدجاج والبطاطا بلا تعب بلا تماره وبمكونات بسيطه، والنتيجه كيجي واحد الطبق كيشهي معلك وبنين وكيعجب الصغير قبل الكبير. على بركه الله نبداو. غادي تاخدي واحد الاناء ديال الطحانه ولا الكاس ديال الطحانه، كديري فيه 4 ديال الدراسات ديال الثومه، شويه ديال القزبر مع المعدنوس وطريف ديال الليمون مرقد. عرفتوا شي هذا الليمون هذا عندي تقريبا من شي 4 سنين هذه باش انا مرقداه، واعر خاطر مع راساتو. المهم كنتبلو بالملحه اللي بزار، سكينجبير، خرقوم وشويه ديال التحمير، وكنزيدوا عليهم نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه ولا بالنسبه للتوابل فانا درت معلقه صغيره من كل حاجه. غادي نزيدو من بعد ما كنطحنوا كلشي، غادي نزيدو 3 ديال المعالق كبارين ديال لاصوص طوماط او لا طوماطي فريتو او لا صلصه الطماطم. ممكن تستعملوا مطيشه ناتورال او لا ممكن تستعملوا معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك، وكتزيدوا عليهم واحد نص كويس ديال الماء وكتخلطوا مزيان. هاد الشرموله كناخذوها وكنشرملوا بها فخيضات ديال الدجاج. انا بالنسبه ليا هنايا استعملت فخيضات ديال الدجاج من بعد ما كنكون بطبيعه الحال غسلتهم وفلحتهم كنشرملهم. ممكن نتوما تستعملوا مثلا الدجاج هكا طراف ديال الدجاج، ولا ديروا الدجاجه كامله تحلوها على الظهر وتفلحوها وتشرملوها بنفس التشرميله وديروها. المهم تيبقى لكم نتوما على حسب افراد ديال الاسره اللي عندكم وعلى حسب كل واحد وشنو متوفر عنده. المهم تناخذ هنايا واحد الاناء ولا واحد لاطافين، غادي نطيب هاد الفخيدات ديال الدجاج. كندير فيه واحد التفريشه ديال البصله، خديتها عندي بصله كبيره خديتها وقطعتها هكا جنيوحات كنفرشها، وكنزيد واحد التفريشه ديال البطاطا اللي كناخذها كنقيها وكنقطعها دوائر اللي كتكون السمك ديالها متوسط. داك الشرموله اللي كانت بقات لنا غادي نزيدوها هكا من الفوق، غادي نكبوها من الفوق ونستفوا الفخيضات ديال الدجاج اولا الدجاج، المهم على حسب كل واحد وشنو غادي يدير. بالنسبه هنايا انا في الوسط كان بقى لي واحد شويه ديال الوسط هكا خاوي، قلت ندير شويه ديال البروكولي كان عندي في الثلاجه فهكا ضفتو. اما عاده فانا كندير غير الدجاج مع البصله مع البطاطا وزويدنات، هذه هي اللي كندير انا. ولكن كيبقى هاد الطاجين هذا اختياري، ديروا فيه اي خضره كتعجبكم. المهم كنزيدو زويتنات، هادو زويتنات بلديين ديال الدار مصوبين في الدار، كنزيدوهم هكا شويه، وكنزيدو واحد شويه واحد الخويط ديال الزويته بلديه. وكذلك البنات داك شويش ديال الشرموله اللي بقات لنا من الفخيضات زيدوا عليها واحد نص كويس ديال الماء، كتخلطوا كلشي كتكبوه في هذاك الصينيه ديالكم، كتغطيوها ببابي الومنيوم، كتدخلوها الفران اللي كيكون ديجا مسخن على 250 درجه، النار كتكون لتحت والفوق، وتنخليوها تقريبا ساعه. اخر 5 ديال الدقائق كتزولوا داك البابي الومنيوم، كتخليوه داك شويش يتحمر هكا من الفوق داك الدجاج صافي. كتقدموه بالصحه والراحه، كيجي عاقد وخاتر في الزويته ديالو هكا واقف، كيجي من اروع ما يكون ولذيذ بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم وديال افراد الاسره ديالكم، لا الصغير ولا الكبير. وإلا شفتوا بان هذا الفيديو هذا وهذه الوصفه هذه كتستحق التشجيع، فما تنساوش تخليو معكم واحد اللايك والاشتراك كذلك في القناه مع تفعيل الجرس باش هكا دائما يوصلكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، مع السلامه.